جت قالت لي انت ما بقتش تهتم بيا زي الاول، بتتلكك لي على حاجات صغيره. احنا كنا دايما عشان العلاقه تنجح كنا بنقول ما نطلعش اي حاجه بينا لحد. في حاجات كتيره طلعت يعني طلعت لمين؟ يعني جه بقى ناس اللي انا سمعته يعني او اللي انا فهمته في الاخر ان في حد جه قال لها ده هو بيعمل 1 2 3 وهي صدقت عليا كلام، وبعدين جت واجهتني وشايفاني ان انا غلطان رغم ان انا كنت بحبها ايا كان، بس الغلط بيتصلح فاهمني. بس هي اصرت ان لا احنا هننهي علاقتنا من هنا. كلمت مامتها قلت لها انا هتقدم لها رسمي وانا بحبها، وجت مامتها قالت لي طب انا هكلمها واشوف رايها. هي سمعت سيرتي اعتقد اتجننت او حاجه زي كده او ضايقت يعني، فحاولت ان انا اوصل لها وكلمتها. يعني لقيتها بتقول لي ايه، انا اللي اعرفه عنك انك انت عندك كرامه، خلي عندك كرامه للاخر وما تكلمنيش تاني. دي بعد الكلمه دي يعني انا عايز اقول لك فجأة انا بيمنعني شوقي ده اللي انا بنيته في الكلمه دي يعني انا عايز اقول لك مش عارف بصراحه انا كنت عامل ازاي عشان ما اعيطش قدام الكاميرا بس عادي اشوف نفسي في عيني ان انا صعبان عليك واللي فات من عمري مات واتولدت انا بين ايديك. نفسي اشوف نفسي في عينيك ان انا صعبان عليك. دي عاطفيه دي يا جابر. الحمد لله الحمد لله، صلي على النبي صلي على النبي. جت قالت لك مثلا انا عايز ارجع لك، تعمل ايه؟ هو بص، هو كمنطقي المفروض ان انا ما ارجع لهاش تاني اصلا يعني كمنطقي، بس هو مش عارف بصراحه هبقى عامل ازاي. هبقى قلبي بقى لسه مش هي كل واحد طب نعمل ايه دي ولا ايه؟ انتوا بتهزروا. طب ازاي دي بعد دي؟ شربت الكيف انا جريت، رحت حوار وعكيت، سنيت سلاحي وعمرت، اخش الكتيبه ادمرها. الدنيا سالكه والحرمه ضله والصحبه سكه، والدنيا ضلمه تلموا لي الفرقه بقرشين الفكه. خليلكوا الحب ده كلام السكه، سكه اللي راح ما رجعش، اصل بالعيش وملحي ما شبعش. عبيدي بتبغى عبيد البفره اقف هنا بوم قصف جبهه ايه. ما لقيتش تشجيع من اي حد خالص، ما لقيتش اللي يقول لي لا احنا معاك. فبدات حاولت ان انا اخش الطريق ده لوحدي، وحتى الان ممكن يكون ربنا لسه ما وفقنيش ولسه ما وصلتش للي انا عايزه. بس انا يعني مش عارف اقول لك ايه، بس انا في حاجات كتير قوي. حتى من اول ما دخلت المدرسه وانا كنت بغني. ناس كتير قوي كانوا بيفضلوا كل ما اغني يفضلوا بقى يتريقوا وهزار وسف والكلام ده كله. كان ممكن ما احطش في دماغي الكلام اللي بيحصل ده، بس في نفس الوقت انا من جوايا يعني انا شايف ان انا عندي الموهبه دي، لان انا ما نمهاش. فحوار صعب ان انت يبقى عندك حاجه انت بتحبها وتلاقي كل اللي حواليك بيحاول ان هو يعني يخليك تبطل الحوار ده. غني اغنيه اللي انت عايز تغنيها كلها، اي اغنيه. اما بيبان الدنيا تقفل، حضنك اخر باب مفتوح. الله الحلاوه دي. قفول وخدوا صاحبكم ده في حضنكم يلا. عادي يا اسطى والله. في حاجه بالسلكه حصلت. ايه نبدا ولا طب ايه؟ طب عدي يا حاج. نبدا نغني. طب انا بحاول اقول لها عشان تمشي. يا طنط يا طنط يا طنط يا طنط. موافقين اللقاء ده ينزل؟ اكيد ان شاء الله. انا موافق بس يعني نخف كوميكس شويه. اللقاء لو نزل ما ينفعش. لا ماشي. تمام بس كده تمام. بس لو اتريقتك اخطفك. تخيل بقى بعد كل ده قوم جايب التريقين على صوته. طب والله ممكن نحقق الكوميديا ونعملها عادي. ايه ده يا عم يلا.
مش بقول لك هتخطفوه، هو عايز يتخطف. يا عم سهل، احنا كده في الجامعه كل يوم هتلاقي معانا. عناية ليكوا عناية. حاول بس كده ماشي. وربنا يكرمك ان شاء الله وتعرف تخطفني. ده ابن جهتي، بيوم ابن حتتي، زكاوة مؤمن